نحن الآن متواجدون مع أحد قامات ولاد دراج، الأستاذ مهدي. طبعا صباح الخير أستاذ مهدي. ربما نضع هذا الفيديو القصير للتعريج على الكتب أو نقول المولود العلمي الجديد الذي صدر لك مؤخرا، ربما نتحدث عليه في برهة من الوقت. تفضل سيدي الكريم. ثلاث كتب. كان الأول هو الشرح عن المؤسسة عن الوظيفة العمومية. هذا الكتاب صدر به مع أستاذة محامية على كل حال اللي هي الأستاذة دوادي سهام. صدر لي كتاب ثاني كذلك يتكلم عن أهمية علم النفس في مدرسة المحاماة. وصدر لي كتاب آخر يتكلم عن الاختراق النفسي والمهني لعمال مهن أو الدكتوراه المرجعة على الوطن. يتكلم بما لا ضحية لهذا الاختلاف النفسي والمهني. إذا الكتاب الأول يشرح طريقة كما نقولوا قانونية وفق الفلسفة القانون السائدة في الجزائر، يشرح المواد تاع قانون سوء استحلاء. نعم. لأنه عندنا كثير من المدراء خاصة عندنا في المجلس أصبحوا يتحدثون بأنه عنده سلطة التخيير ويمارس السلطة التخيير ويمارسون ظلم في الإدارات دون معرفة حدود هذه السلطة التخيير موجودة عند المدير. هو كتاب مهم جدا بالنسبة للموظفين العموميين خاصة بالدفاع عن حقوقهم. وهذه الكتب متوفرة في النسخ الإلكترونية أم متوفرة في الورقية؟ متوفرة كنسخ إلكترونية، متوفرة على موقع جوجل بلاي، على موقع أمازون، على موقع لولو الأمريكي. كذلك متوفرة كنسخ ورقية عند في مكتبة العديان عند تيش في مصر. جميل جدا. هذه ربما طبعا كلها كتب تصب في رفوف العلم والمعرفة. ربما هل تحضر إلى عمل جديد إن شاء الله في قادم الأيام؟ كذلك عندي كتب راح تطلع منها كتاب يتناول الميكانيكا الرياضية والهوية الحضارية المجتمعات العربية المسلمة من استتباع علم التبعية تاعهم إلى محاولة بحث مشروع يسمى مشروع الهوية الحضارية داخل المجتمع المجتمعات العربية والإسلامية. كذلك كاين كتاب آخر كذلك يتكلم عن أساليب التفكير وعلاقتها بالتخلف الحضاري. يعني كاين عدة مشاريع كذلك فيما يتعلق. كيف يعني ترى البحث هنا في الجزائر في البحث الأكاديمي؟ يعني ربما وما هي الصعوبات اللي راه تواجه درك الباحث في انتقاء مثل هذه المعلومات والبحث عليها؟ يعني ربما أنا لا أتكلم عن صعوبة التواجد في الباحث، أتكلم عن نكبة المجتمع في النخب الجزائرية أو يسمى الباحثين الجزائريين لم يتصرفوا كنخب وطنية، تصرفوا كنخب وليس الاستعمار، تصرفوا كنخب وطنية كما نقولوا عندها مشروع يجمعها. نعم، هدف مبني على أسس جميلة. جميل. على أساس الأسس موجودة، الأسس اللي وضعوها اللي توضعت كما نقولوا بين نوفمبر ولا الأسس اللي موجود، لكن هل النخبة الوطنية تصرفت وفقا لهذا الشيء؟ ما تصرفش وفقا. ربما استرجاع الأرشيف من الدولة الفرنسية، يعني هل تؤيده أو تعارضه أو؟ أكيد أؤيد استرجاع الأرشيف ولا أخاف من الأرشيف، لأنه إحنا كان عندنا مشكلة في القراءة التاريخية خاصة ساهموا فيها خاصة ما يسمى الأساتذة تاع التاريخ. يقول لك لا ثقة إلا بالوثيقة أو درس تاريخ من وثيقة. نساو بلي كاينه مصادر اخرى للتاريخ، الوثيقه هي مصدر ماهيش هي المصدر الاساسي. كاينه مصادر اخرى من التواتر، منها الانثروبولوجيا، يعني كاينه مصادر بزاف نقدر نستعملها في دراسه التاريخ. جميل جدا. يعني ربما كلمة أخيرة توجهها للقراء والباحثين والزملاء. نقول بلي يلزمنا نزيدونا بالفكر
يجب البحث، فلازم عدم التوقف عن البحث، لكن البحث المستمد من الهوية الحضارية للمجتمع، ليس البحث الذي يضمن أسس تاع هذه الهوية الحضارية تاع المجتمع الجزائري. جميل جدا. ربما أنت مؤخرا لاحظنا أنك تنشط في الحقل التاريخي كثيرا يعني، والآن معنا وثيقة ربما يشاهدها الكريم، أعطينا عليها لمحة على عجالة. هذه الوثيقة تتكلم عن الأعراش التي شاركت أو شاركت استجابة ثورة السعيد بن بوداود مبعوث محمد المقتدى من منطقة القرنة، وتتكلم عن الأعراش التي استجابت لدعوته للجهاد الذي يرفعه محمد المقتدى. إلى ما ترجع هذه السنة الوثيقة هذه؟ هذه ترجع إلى ما قبل أيام ثورة محمد المقتدى في 1870. ما شاء الله. هذه وثيقة صح. الوثيقة موضوعات من طرف القائد ذاك الوقت تاع القرنة، لا داعي لذكر اسمه. نعم. وثائق مهمة جدا يعني، تضاف إلى رفوف العلم والمعرفة، وخاصة وأنتم كأكاديميين ربما تبحثون في هذا الحقل يعني. لكم كل الموفقية إن شاء الله. دمتم، وتحية الجزائر.